أكتر كذبة بتتقال عن الفلوس إنه حظ. لأنك لما بتشوف حد نجح بتشوف اللحظة اللي كل حاجة ظبطت فيها، مش السنين قبلها وهو بيحاول، فبتقول ده محظوظ، مع إن الحقيقة أبطأ وأصعب من كده بكتير. مفيش حاجة اسمها ضربة حظ بالشكل اللي في دماغك. اللي أنت بتسميه حظ دي اللحظة اللي بتقابل فيها فرصة وأنت مستعد لها، جاهز تستغل الفرصة. الفرصة دي بتيجي لكل الناس وعمرها ما بتيجي بشكل مبهر، دايما بتيجي بسيطة لدرجة إن في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. ممكن تبقى في صورة حد رشح اسمك في شغل، عميل شاف شغلك، أو فرصة صغيرة جدا محدش واخد باله منها. اللي بيتحرك ويجرب هو اللي بيظهر ويشوف الفرص دي، أما اللي قاعد حتى لو الفرصة عدت قدامه هو مش مستعد يلقطها. لو بصيت لها بشكل عملي هتلاقي إن الحظ مش عشوائي زي ما أنت متخيل. الحظ نتيجة لتكرار بسيط. كل ما تزود محاولاتك وكل ما تبقى ظاهر أكتر وكل ما تحتك بناس أكتر بتقرب خطوة، فرصتك بتشوفك. الشخص اللي بيجرب كتير وبيتحرك وبيحط نفسه في مواقف كتير بيبان محظوظ، بس هو في الحقيقة جرب أكتر فبقى موجود كفاية. بس هنا السؤال المهم، لو الحظ مرتبط بالحركة، ليه ناس كتير بتتحرك شوية وبعدين تقف؟ ليه مش بيكملوا لحد ما يلاقوا الفرصة؟ عارف ليه؟ لأن في جزء ناقص في المعادلة ومحدش بيتكلم عنه، هو الصبر. 80% من الناس فاهمة الصبر غلط، فاكرين إن الصبر معناه إنك تستنى. الصبر الحقيقي إنك تشتغل كل يوم حتى لو مفيش نتيجة واضحة، إنك تكمل حتى لو مفيش أي ضمان إنك هتنجح، وده أصعب كتير من إنك تستنى. المشكلة إن أغلب الناس بتقف في نفس النقطة، مش عشان فشلت لكن عشان مفيش نتيجة ظهرت بسرعة. تشتغل شوية وتحاول وبعدين تستنى ومفيش حاجة كبيرة حصلت، فتبدأ تشك يمكن الطريق غلط، يمكن الموضوع مش مناسب ليا من البداية. وفي اللحظة دي بالذات اللي بيكمل بيكسب واللي بيقف بيرجع لنقطة الصفر من تاني. بس في حاجة مهمة بتحصل وانت مش شايفها. كل مرة بتحاول فيها حتى لو النتيجة ضعيفة، في حاجات بتتراكم، فهمك بيزيد، خبرتك بتتكون، علاقاتك بتكبر، وطريقتك نفسها بتتحسن، وده اسمه التراكم. مش هتحس بقوة التراكم وهو بيحصل، لكن بعد فترة هتتفاجئ إنك بقيت شخص مختلف. المشكلة بقى إن أغلب الناس بتقف قبل ما التراكم يبان. خد بالك إن الموضوع مش ضربة واحدة تغير كل حاجة، الموضوع خطوات صغيرة جدا بس ما بتقفش. يعني حاجة بسيطة تعملها النهاردة تتكرر بكرة وبعده. في الأول مش هتحس بحاجة، بس بعد فترة هتبص لنفسك وتقول أنا مش نفس الشخص. وفي الناحية التانية إهمال بسيط بيتكرر كل يوم مش بيهدك مرة واحدة، بس بيسحبك واحدة واحدة لحد ما ترجع لنقطة الصفر تاني. وكل اللي فات ده بيأكد حاجة مهمة جدا، إن التراكم مش فكرة نظرية. كل مهارة بتتعلمها، كل تجربة بتدخلها، وكل محاولة بتعملها بتضاف فوق اللي قبلها، وفي لحظة معينة النتائج بتبدأ تظهر بشكل مختلف. مش لأنك فجأة اشتغلت أكتر، لكن لأنك ما بطلتش. بس هنا بيحصل تضارب بين اللي انت فهمته واللي العالم حواليك بيقوله، لأنك عايش في عالم بيقدم لك صورة مضللة، بيوعدك بنتائج فورية، قصص نجاح سريعة، قفزات مفاجئة مش منطقية أصلا. كل حاجة حواليك بتقولك بسرعة، فلوس بسرعة، نجاح بسرعة، تغيير بسرعة. فتبدأ تتحرك وانت متوقع ان في حاجة كبيرة لازم تحصل بسرعة، ولما ده ما يحصلش بتفترض ان في مشكلة، فتبص على غيرك وتقارن نفسك بيه وانت شايف النتيجة بس ما شفتش الرحلة اللي قبلها، فطبيعي تشك وتفقد الثقة وتوقف بدري كمان. في النهاية أنا عايزك تعرف إن في نوعين من الصبر، صبر سلبي بيخليك تستنى الأيام تعدي، وصبر ناشط بيخليك تتحرك بهدوء من غير أي استعجال. الأول بيضيع وقتك، إنما التاني بيبني مستقبلك. هتيجي عليك فترات تحس فيها إن مفيش حاجة بتحصل، مفيش نتائج، مفيش تقدم واضح، ومفيش مقابل لمجهودك كمان. بس الحقيقة في الفترات دي بالتحديد أكتر حاجة بتتغير جواك أنت. وبعد كل ده الصورة بقت أوضح. كل مرة تقول إن غيرك محظوظ أنت بتريح نفسك، وكل مرة تاخد خطوة صغيرة أنت بتبني حاجة مش باينة دلوقت.
الموضوع في الحقيقة مش لحظة واحدة ومش ضربة حظ. تخيل كده انك بتزرع بذرة النهاردة وبعد اسبوع مستني تشوف شجرة، ولما ما تلاقيش تقرر تسيب الارض. بس الحقيقة الشجرة كانت بتتكون تحت الارض. الموضوع مش انك تقف وتبدأ من جديد، الموضوع انك تكمل في الاتجاه الصح وقت كفاية، وساعتها اللي الناس هتسميه حظ هيبقى بالنسبة لك نتيجة طبيعية جدا. بس هنا بيجي سؤال مهم، ازاي تعرف انك ماشي في الاتجاه الصح اصلا وانك مش مكمل في الطريق الغلط؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.